السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ريت تعملوا لايك وتعملوا شير لو بتعجبكم الفيديوهات. تعالوا نحكي النهارده حكاية ضيق الصمام الأورطي، أورتيك ستينوزيس. طيب، الصمام الأورطي ده مرض بيجي لما بيكون في ضيق أو في ارتجاع. طيب، بس قبل ما نتكلم عن ضيق الصمام الأورطي، تعالى اشرح لكم حاجه صغيره كده او افكركم بحاجه كنا اتكلمنا عليها في الفيديو بتاع ضيق الصمام المترالي. القلب يا جماعه عامل زي البيت. طيب، في دورين تحت كبار ودورين فوق صغيرين. لو جينا نقسم البيت ده كفوق وتحت هنقول ان تحت كبار وتحت صغيرين. تحت في ولو جينا نقسمه بالنص بالطول يعني هنقول ان في يمين وفي شمال. الشمال فيه صغير فوق وكبير تحت، واليمين فيه صغير فوق و كبير تحت. هنقول اللي فوق دول اسمهم الاثنين أذين، واللي تحت اسمهم البطين. أذين أيمن أذين أيسر، بطين أيمن بطين أيسر. طيب، عشان نتكلم على الموضوع ده هنتكلم ان الصمام الأورطي ده المفروض ان هو موجود ما بين البطين الشمال وما بين الشريان الأورطي اللي هو الشريان الرئيسي بتاع الجسم. طيب، المفروض ان الصمام الأورطي ده المفروض ان هو بيتحكم في سريان الدم من زي ما قلنا كده البطين الأيسر لبقية الجسم. طيب، حلو جدا. لما بيحصل انقباض في القلب، يعني القلب بينقبض عشان يزق الدم، المفروض حصل انقباض في القلب، يعني القلب انقبض كده عشان يزق الدم اللي جواه. بيحصل ان الصمام الاورطي اللي ما بين البطين الايسر وما بين الاورطه او الشريان الاورطي بيفتح. طيب، والدم اللي فيه اكسجين اللي المفروض رايح يغذي الجسم بيخرج من اسفل البطين الايسر للشريان الاورطي عشان يوصل لبقيه الجسم عن طريق زي ما قلنا كده الشريان الاورطي اللي هو الشريان الرئيسي في الجسم. دي الصمام الاورطي اللي بيحصل ده بيحصل نتيجه ان يا اما الصمام ده عامل زي فتحه كده ليها باب. الباب ده بيفتح بيعدي الدم وبيقفل بيمنع ان الدم يعدي. طيب، المفروض ان القطر بتاع الصمام ده اللي هو بيقفل عليه الباب، القطر ده ليه قطر معين. لما بيحصل دي بيكون نتيجه يا اما الباب ده تخن نتيجة ترسب الكوليسترول والكالسيوم عليه، يا إما نشف نتيجة برضو ترسب الكوليسترول والكالسيوم عليه. طيب، فبيحصل الكلام إن هو يقلل طبعا سريان الدم من البطين الأيسر لبقية الجسم. طيب، دي الصمام الأورطي ده في الحالات الجامدة منه ممكن يهدد الحياة. طيب، إيه أسباب دي الصمام الأورطي؟ طيب، نمرة واحد السن. طبعا احنا قلنا ان هو السن بيخلي فيه ترسب للكالسيوم والكوليسترول اللي بيعمل تصلب شرايين على طبعا الصمامات، فيخلي القطر ده ضيق فيضيق الصمام الاورطي. تاني حاجة التشوهات الصمامات الخلقيه، يعني هو مولود بتشوه في الصمام الخلق تشوه في الصمام الاورطي انا اسف. ثلاثه امراض القلب الروماتيزميه بتاثر طبعا على الصمامات زي ما قلنا في الفيديو بتاع الحمى الروماتيزميه. طيب، في عوامل خطر للموضوع. طبعا في عوامل خطر. لو في امراض قلب قبل كده، لو في تدخين، لو في سكر، لو في قلب قصدي ضغط عالي، لو في بعد الشر اورام سرطانيه في الصدر وبياخد علاج اشعاعي للصدر، لو في ارتفاع للكوليسترول، كل الحاجات دي عوامل خطر. طب ايه الاعراض بتاعه طبعا الصمام الاورطي؟ طيب، دي الصمام الاورطي ده مرض. طبعا ممكن الاعراض تظهر بعد سنين من المرض. الناس اللي مولوده بتشوهات في الصمام الاورطي بيبتدوا يشتكوا من الاعراض ويبتدوا تظهر الاعراض وتتشخص عند سن المراهقه. الاعراض ممكن تظهر فجاه وممكن تظهر تدريجي، بس في الاغلب بيبقى تدريجي ويحصل ضيق تدريجي لغايه لما يبتدي يعمل الاعراض. والاعراض بتظهر اكتر لما يكون في مجهود جسماني. طب ايه هي الاعراض؟ اول حاجه بيبقى فيه كرشه نفس او مشاكل في التنفس عامه. لما ينام بالليل كده، ينام على السرير، يرقد على السرير، يعني بيبقى موازي للسرير، بيبقى فيه كحه بالليل جامده، بيبقى فيه احساس بالخفقان والاحساس ان هو بالاغماء وفي نفس الوقت دوخه. بيبقى فيه كمان الم في الصدر او ضيق في الصدر، بيبقى فيه ارهاق، بيبقى فيه فقدان وزن، بيبقى فيه فقدان شهيه، كمان بيبقى فيه مشاكل في النظر.
طيب التشخيص بشخصه ازاي؟ اول حاجه طبعا بالكشف الفيزيائي والسماعه، ان انا بسمع صوت القلب بيبقى ليه صوت معين لما بيكون في ضيق في الصمام الاورطي. تاني حاجه ان انا بعمل اشعه اكس اللي هي اكس راي على القلب عشان يبين لي التضخم ويبين لي ترسب الكالسيوم على الصمامات. تالت حاجه ان انا بعمل رسم قلب عشان اشوف ضربات القلب عامله ايه، اذا كانت بطيئه اذا كانت سريعه اذا كان فيها مشكله ايا كان. رابع حاجه ان انا بعمل اشعه تلفزيونيه على القلب عشان اشوف التضخم واشوف طبعا الصمامات. خامس حاجه ان انا بعمل حاجه اسمها ستريس تيست، ان انا دلوقتي بخلي العيان يبذل مجهود وبعد كده بصور القلب باشعه اكس، اعمل اشعه مقطعيه ورنين. كمان بنعمل تصوير للشرايين التاجيه. طيب في مضاعفات طبعا نتيجه ان القلب ما بيشتغلش كويس والناحيه الشمال فيها مشكله ان ما فيش شغل كويس والدم اللي فيه الاكسجين اللي هو اوكسجينيتد بلاد ما بيخرجش كويس، بيحصل تراكم للسوائل على الرئه، بيحصل هبوط في القلب، بيحصل تضخم في القلب، وبيحصل كمان اضطراب في نبضات القلب او ضربات القلب. طيب العلاج طبعا بيعتمد على شدة المرض. يعني في الحاجات العادية بنغير نمط الحياة، يعني بنعالج الأول السبب، إذا كان ضغط إذا كان سكر إذا كان في تدخين، إذا كان هنمنع التدخين، هنقلل الكوليسترول والدهون، هنظبط الضغط، هنظبط السكر، هنشوف السبب ونعالجه ونغير نمط الحياة. وطبعا لازم يخس لو هو مليان، ولازم نلعب تمرينات رياضيه يعني مشي مثلا، وينام بدري ويصحى بدري. طيب لو الحاله اصعب من كده شويه او محتاجه جراحه، فاحنا بنعمل كذا حاجه. اول حاجه ان احنا بنعمل تغيير صمام. تاني حاجه ان احنا ساعات بنعمل زراعه صمام عن طريق القسطره. وبنعمل حاجه اسمها بالون فالفيوبلاستي، اللي هو ان احنا بنوسع الصمام ونصلحه عن طريق بالونه بننفخها وندخلها ونعالج الضيق. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون افادكم. اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.